السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. وصفة اليوم صيفية بامتياز. غادي نعملوا مع بعضياتنا الايس كريم الفردي. ما غادي نحتاجوا لا قوالب، يعني اللي ما كتوفرش على القوالب ممكن انها توجدوا. طريقة بسيطة وسهلة جدا، ممكن اي وحدة توجد لوليداتها الايس كريم. المهم ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا مكونين رئيسيين فقط. غادي نحتاجوا القشدة الطرية او كريمة الخفق، وغادي نحتاجوا ملعقتان كبيرتان من الكراميل. ممكن كراميل منزلي او ممكن ناخذوا الحليب المركز المحلى ونطبخوه ونتحصلوا على الكراميل. غادي ناخذ 500 ملي ديال القشده الطريه. غادي نقوم بالخفق ديالها، ما غادي نخفقهاش بزاف حتى توقف. غادي نخفقها خفق بسيط غير حتى يتقل القوام ديالها شويه. من بعد غادي نضيف قلنا ملعقتان كبيرتان من الكراميل، وغادي نستمر في الخفق غير باش يتمزجوا لي ديك العناصر. وها القوام المطلوب. صافي دابا هنايا عندي واحد 50 غرام ديال الشوكولا البيضاء. هذه اختياريه، الا ما كتوفروش عليها يعني ماشي ضروريه، غير هي يعني كتزيد توقفنا القوام ديال الايس كريم. اللي متوفر عليها اي عمله، واللي ما متوفرش عليها ماشي مشكل، لانها ما كتاثرش على الايس كريم ديالنا. غادي نضيفها من بعد. غادي نقوم بالخفق قليلا غير حتى يتمزجوا العناصر. وهيدا كيكون الاساس ديالنا واجد. صافي دابا غادي ناخذ قالب ديال الكيك، هذا الدائري اللي كنستعملوا في الكيك ديالنا. غادي نغلفوا بلاستيك الغذائي، ومن بعد غادي نصب فيه هذا الخليط وغادي ندخلوها المجمد. ما نخليوهاش تجمد بزاف لاننا باقي خصنا نقطعوها. غادي نخليوها تقريبا ساعه ساعه ونص، ومن بعد نخرجوها. صافي هي من بعد ما جمدت لي شويه غادي نخرجها. غادي نحيد لها البلاستيك الغذائي. وغادي نحيد لها البلاستيك المقوى. الا كنتو كتوفروا عليه عملوه، ما كنتوش غنكتفيو بالبلاستيك الغذائي، غير هذا كيسهل علينا المأموريه. ودابا غادي نقطعها الى قطع صغيره. كما قلت لكم ما خصناش نجمدوها بزاف باش منين نجيو نقطعوها تقطع لنا بكل سهوله. من بعد عاد غادي نردوها للمجمد باش تقصح اولا باش تجمد مزيان. صافي غادي نقطعها الى قطع اللي بغيت انا هنايا قطعتها قطعه كبيره، ممكن انكم تصغروها اكثر. انا خرجت لي هنايا 6 ديال القطع، ممكن انكم تخرجوا اكثر من ذلك، يجيو يعني قطع صغيره. صافي غادي ناخذ اعواد الايس كريم وغادي ندخلها في كل وحده. كما قلت لكم ملي ما كيكونش مجمد بزاف غادي تسهل علينا اننا نقطعوه، وكذلك نضيفوا له هاد الاعواد. دابا غادي نرد المجمد حتى تجمد لي مزيان، ومن بعد نكملوا على الوصفه ديالنا. ها هي هنايا من بعد ما تسلجت مزيان غادي نعاودوا ندوزو السكين على الاماكن اللي سبقنا وقطعناها. غادي ناخذ هنايا واحد 150 غرام ديال الشوكولا سوداء. غادي نضيف لها الموجود، اما الكاوكاو يعني الفول السوداني، او اللوز محمر ومهرمش. وغادي نخليو الشوكولا ديالنا حتى تبردنا، يعني ما نستعملوهاش وهي سخونه، حتى تبرد شويه، ومن بعد غنغلفوا بها الايس كريم ديالنا. غادي ناخذ قطعه ديال الايس كريم، الا كانت الجوانب ديالها شويه ماشي متساويه ممكن اننا نسبكوها بالسكين. وغادي ناخذها وغادي نغلفها بالشوكولا. اما غادي نعملوها الطريقه اللي عملت انا، لان القطعه كانت عندي كبيره يعني ما غادي تدخليش في الكاس. الا قطعتوا قطع اصغر من هذه ممكن انكم تسهلوا عليكم المأموريه، تعملوا الشوكولا في الكاس وتغطسوا فيه ديك القطع ديال الايس كريم، كتجي طريقه اسهل. صافي غادي نكمل على جميع القطع ونرجع معكم. وها هو الايس كريم ديالنا. كما كتلاحظوا المنظر ديالو كيجي رائع، وصدقوني الطعم ديالو رهيب جدا. والاروع من هذا الشيء كامل هو ان الطريقه ديالو سهله وبسيطه وما كتاخذناش وقت ولا جهد. جربوه وردوا عليا خبر في التعليقات كيف جاكم، وانا متاكده غادي يعجبكم بحال ما عجب عائلتي. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده بالصحه والراحه. الى اللقاء.